السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ وحشني جدا جدا يا حبايب قلبي. في بداية الفيديو ده اللي لسه مشترك في القناة يضرب اشتراك في القناة ويفعل زر الجرس عشان يوصله كل جديد. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده وتشوفوا الحتة عشان الفترة الجاية هجي لكم ان شاء الله بفيديوهات كتير جدا. هنغطي كل الاحداث اللي بتحصل على الساحة الرياضية اول باول. تمام؟ في انفراجة في أزمة كهرباء، زي ما سمعت كده انفراجة كبيرة جدا في أزمة الفولت العالي محمود عبد المنعم كهرباء. محمود عبد المنعم كهرباء اللي قدم مستوى كبير جدا في الفترة الأخيرة، خصوصا بعد مباراة سموحة وبعد مباراة الزمالك. كهرباء اللي عمل مباراة تاريخية عالمية قدام سموحة وقدام الزمالك. ليه بقول تاريخية وليه بقول عالمية والكلام ده كله؟ والناس هتقول لي يا عم ما بالراحة علينا شوية والكلام ده كله. لما اقول لك لاعب اتوقف اكتر من 6 شهور ما بيلمسش كورة، مفيش غير في التدريبات وما بشافش مباريات والكلام ده كله، ويرجع يعمل 2 اسيست وكمان يحط جول في فريق كبير زي سموحة، وبعد كده يلعب مباراة قمة ويبدأ اساسي ويهدد مرمى الزمالك في اكتر من كوره في الشوط الاول، وفي الشوط الثاني يسجل في الزمالك، يبقى لازم اللاعب ده اديله حقه. لازم اللاعب ده اديله حقه. كهربا عمل شياط في حتت كتير، عمل شياط في اماكن كتير تانية. كهربا حرفيا طلع عمل شياط في اماكن كتير. فكهربا لعيب مهم جدا جدا للنادي الاهلي. ايه يا محمد الانفراجه اللي انت جاي تكلمنا عليها وتقول عليها؟ بص يا سيدي، افهم كده واسمع وفتح دماغك كده معايا. كهربا من الاخر كده لما خد الفرصه كان قدامه اختيارين او حاجه من اتنين. يا كهربا مش هيثبت نفسه، فهيجي انت هتقول ما يستاهلش مبلغ ال70 مليون اللي الاداره هتساعده فيه والكلام ده كله، والاداره ما تساعدوش بالمبلغ ده ممكن نجيب لعيبه تانية والكلام ده كله، كده كده الاهلي مش طرف في الازمه وكده. يا اما هيثبت نفسه هيحط مجلس اداره الاهلي قدام مأزق، هيحط مجلس اداره النادي الاهلي في موقف لا يحسدوا عليه، ان انتوا لازم هتساعدوني، لازم هتساعدوني، لازم. كهربا عمل الحل التاني حرفيا. كهربا رد على كل لسان كان بيتكلم عليه. كهربا حط مجلس اداره النادي الاهلي في موقف هتساعدوني هتساعدوني. ليه؟ لان انا هفيد الفريق فنيا. من الاخر كده كلمه هقولها، كهربا يستاهل ال 70 مليون جنيه اللي هتدفع فيه. كهربا يستاهل ال 70 مليون جنيه اللي هتدفع فيه. شايف مستوى كهربا ده؟ كهربا لسه ما جابش 70% او 80% من مستواه. تخيل بقى بسم الله ما شاء الله لما يجيب 80% من مستواه لا 90% من مستواه. حرفيا كهربا لو جبت 90% من مستواه هيبقى احسن لاعب في مصر. اسمع الكلام اللي بقول لك عليه وهتشوف الفتره الجايه. هيبقى احسن لاعب في مصر كهربا لو جاب بس 70% من مستواه. هيبقى احسن جناح في مصر زي ما كان مع الزمالك قبل كده. كهربا يوم 2 فبراير اتحددت له جلسه من لجنه الانضباط في الاتحاد الدولي لكره القدم في الفيفا. جلسه استماع، هيسمعوا انت ليه ما دفعتش الغرامه والكلام ده كله. المفاجاه اللي انا عايز اقول لكم عليها دلوقتي حالا على مسؤوليتي الشخصيه، عشان الكلام ده هتلاقوه بيحصل. فاكر لما قلت لك من بعد يوم 11 هيلعب ولعب؟ فاكر؟ يوم 2 فبراير لو اتوافق على تقسيط الغرامه الكهرباء، القسط الاول النادي الاهلي مجهزه. يوم 2 فبراير لو اتوافق على تقسيط الغرامه، القسط الاول النادي الاهلي مجهزه. طيب لو ما توافقش على تقسيط الغرامه، المفاجاه هنا بقى النادي الاهلي هيساعد كهرباء، وكهرباء هيلعب بعد يوم 2 فبراير عادي جدا. هي المفاجاه هنا ان النادي الاهلي مجلس اداره النادي الاهلي قرر مساعده كهرباء ومش هيسيبه. مش هيسيبه لان كهرباء رد في الملعب. كهرباء رد في الملعب. فمجلس اداره النادي الاهلي قرر وبالاجماع، باجماع الاعضاء، ان احنا خلاص هنساعد كهرباء في ازمته الماليه. هنساعد كهرباء في ازمته الماليه مع الزمالك. النادي الاهلي هيتكفل بجزء من الغرامه. وهعيد وهكرر تاني، اصحى معايا للكلام. النادي الاهلي مش طرف في الازمه بتاعه كهرباء مع الزمالك، ومش طرف في قضيه كهرباء مع الزمالك. طب ايه الفكره هنا؟ الفكره ان كهرباء اشترى النادي الاهلي، فالاهلي هيشتري كهرباء زي ما بيقول. النادي الاهلي عمره ما بيبيع حد بيشتريه. وكهرباء كمان اثبت لمجلس اداره النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي ان هو هيبقى مفيد فنيا الفتره الجايه مع الفريق. كهرباء بسم الله ما شاء الله عنده لسه 27 سنه او 28 سنه، لسه صغير يعني، لسه قدامه 3 4 5 سنين كده في الملاعب هيبقى فولت. بسم الله ما شاء الله عليه. هتتفرج على كهرباء وعلى اداء كهرباء وكده هتتفرج. فانا اللي انا عايز اقوله ان كهرباء هيبقى مفيد جدا 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 الفتره الجايه مع النادي الاهلي. كهرباء هيفيد النادي الاهلي بشكل كبير جدا جدا جدا. كهرباء هيبقى لاعب مفيد للسكواد بتاع النادي الاهلي، وهيضيف كتير جدا جدا لسكواد النادي الاهلي الفتره اللي جايه. خليك فاكر الكلمه اللي انا بقول لك عليها دي. كهرباء
فزي ما بقول لك كده، كهربا هيبقى افاده فنيه كبيره جدا لسكواد النادي الاهلي. فاللي انا دلوقتي طالع اقول لك عليه ان في انفراجه كبيره جدا يوم 2 فبراير في كاس السماح هتحصل في قضيه كهربا. وعايز اقول لك ان كهربا مش هيتوقف لان كهربا ابدا نيه كبيره جدا لدفع الغرامه. وعايز اقول لك ان موضوع الغرامه ده الفتره الجايه هيتحل بشكل كبير جدا، خصوصا بعد موافقه مجلس اداره النادي الاهلي على تقسيط الغرامه، او بقى سوري، بعد موافقه مجلس اداره النادي الاهلي على انه هيساعد كهربا في الغرامه. خلاص الكلام ده انا بقول لكم شبه رسمي بنسبه كبيره جدا. ده ما كانش رسمي يعني، بس مش طالع من الغرف المغلقه، يعني مش طالع من الغرف المغلقه عشان نبقى واضحين مع بعض، دي مصادر. فعايز اقول لك ان كهربا هيفيد النادي الاهلي الفتره الجايه. طيب نادي الزمالك لو ما وافقش على تسديد الغرامه، الاهلي هيساعد كهربا في الغرامه. ده لو في حاله عدم موافقه نادي الزمالك على تقسيط الغرامه. بس عايز اقول لك حاجه، ان بنسبه كبيره جدا الفيفا هيوافق على تقسيط الغرامه. ليه؟ لان اللاعب اولا عدى سن ال 28 سنه، ده قانونيا، بكلمك قانوني اللاعب عدى 28 سنه، اللاعب ابدى حسن النيه انه يدفع الغرامه زادت عليه، الغرامه مناصفه مع النادي البرتغالي. خلي بالك من الحته دي، مناصفه مع النادي البرتغالي اللي اعلن افلاسه، فالكهرباء دلوقتي الغرامه كلها يا عيني عليه، انت فاهم؟ فهو الكلام ده هيتقال لي الفيفا، انا دلوقتي عندي استعداد ان ادفع، بس الغرامه كلها بقت عليا، فانا عايز اقسط، انا عايز ادفع وعايز العب. وانا لو اتوقفت مش هفيد نادي الزمالك في حاجه. ليه؟ لان انا لو اتوقفت انا كده كده باخد فلوسي عشان بلعب، فانا لو اتوقفت هاخد ايه؟ هدفع منين؟ فبنسبه كبيره جدا 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 الفيفا هيتعاطف مع محمود كهربا في المواقف اللي زي دي. عايز اقول لكم ان الفيفا بيتعاطف مع اللاعب علشان مستقبل اللاعب، علشان مستقبل اللاعب. فانا عايز اقول لك ان الاتحاد الدولي للفيفا هيتعاطف بنسبه كبيره جدا مع كهربا، وهيبقى في انفراجه كبيره جدا في ازمه كهربا الفتره الجايه. هيتعاطف مع كهربا. افتكري كل كلمه انا بقول لك عليها دلوقتي عشان هي اللي هتلاقيها. كل كلمه بقول لك عليها دلوقتي بعون الله هتلاقيها، بعون الله هتلاقيها. فكهربا مش هيتوقف تاني بنسبه كبيره جدا، بكلمك بنسبه كبيره جدا مش هيتوقف تاني. كهربا عامل شيط في حتت كتير، كلنا عارفين كهربا اللي عامله دلوقتي لناس كتير جدا. كلنا عارفين كهربا دلوقتي الحاله اللي مسببها لناس كتير جدا. انت عارف انا ماتش القمه ده والمصحف، انا لو طلع 1-0 بجول كهربا كنت هبقى متكيف اكتر من 3-0 دي، انت متخيل؟ انا والله العظيم انا كان عندي ماتش القمه يخلص بجول كهربا كده، يا على المزاج. بس مش مهم، هو المهم يسجل، هو المهم يسجل. في نهايه الفيديو ده تشترك لك الفيديو ده وتشوف في كل حته السنين الفتره الجايه عشان هنطلع نغطي كل الاحداث اللي بتحصل على الساحه الرياضيه اول باول. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده وتشيروه في كل حته. بحبكم جدا جدا جدا. سلام عليكم.